السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وسريعة، مش محتاجين لأي فرن ولا أي حاجة، احنا هنعملها على البوتاجاز. يلا بينا. هجيب كيلو دقيق، مش هستخدم أي حاجة غير ملح ومية وبس، وهعجنه كويس ومعلقتين زيت صغيرين، وهعجنه كويس قوي كده. اهم حاجة في العجين عشان يطلع مورق ويطلع حلو العجن، تعجنيه كويس وتلتيه كويس قوي، هيطلع معاكي حلو وطري ومورق، ومش محتاج اي اضافات تانية عشان تقولي ان هو عشان يطلع حلو. هو ملح ومعلقتين زيت وتلتيه كويس قوي وتعجنيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما تخلصي العجن تقومي لماه بمعلقتين الزيت دولت بس كده. هتفضلي تلتي فيه لحد ما يبقى العجينه طريه معاكي، تبقى عجينه طريه بالشكل دوت. انا قعدت اعجن فيه بتاع 10 دقايق عشان احس ان العجينه طريه معايا، وان هي بدات تعمل عرق كده حلو، عشان تدينا النكهه الطعم الحلو للفطير. وبدات اعمله كور صغيره بالشكل ده، يعني حاولي تعملي الكور يبقوا قد بعض وتلفيها كويس علشان تبقى هنجيب الكورة الاولانية وهنبططها كده. لازم تعمليه بالنشابة عشان صوابع ايديك بتوجعك لما تعملي كتير كده، صوابع الايد بتوجعك، فالنشابة بتبقى سهلة عليكي، وكمان هتعرفي تفردوا معاكي اسرع واسهل. بس كده تقعدي تعملي بيها، وتعمليها طبعا تعجنيه بالزيت مش بالدقيق. الزيت بيخليه سهل معاكي ويسحب معاكي على الرخامه بتاعه المطبخ او الترابيزه اللي انتي بتعملي عليها. الزيت هيسحب. بصي بتسحب العجين الفطيره ازاي، بتسحبها بسهوله عشان الزيت بيزحلقها، وتورقيها قوي كده. دي طريقه الفطير هوريها لك، وفي طريقه تانية هعملها برضو هتشوفوها. هي هنا كده خلاص عملتها. دي فطيره صغيره مش كبيره اهي. وكل تانية انتي بتتنيها في الفطيره لازم ما تعملي ايدك بالزيت علشان يبقى مورقه، مش لازقه في بعض. الفطير ما يبقاش ملزق في بعضه زي ما انتوا كده شايفين اهي. عملت هنا الزبده في النص، وبدات اجيب الاطراف احطها عليها، اتنيها عليها. هنا بصوا شايفين اهو، جبت الزبده وحطيت عليها من على الوش. دي انا زبده مسيحاها عشان اعرف اعجنها، حطيت زبده على زيت، لكن اللي في النص دي زبده صافي. وهنا عملت رحت اسويها على الطاسه على البوتاجاز. حطيت على الطاسه شويه زيت صغير خالص، وبدات تسوي زي ما انتوا شايفين الشكل وشايفين اللون على البوتاجاز. ولا فتحت فرن ولا شغلت فرن ولا اي حاجه، ما خدتش على البوتاجاز غير 3 دقايق بالظبط، يعني ما بتاخدش وقت كتير، وفي نفس الوقت بتستوي من جوه ومن بره، وطريه ومن جوه ومقرمشه من بره. صدقوني يا جماعه بجد اللي انا بقوله لكم، يعني بجد هي فعلا مقرمشه من بره وطريه من جوه جدا. حلوه قوي. شايفين شكلها؟ يا رب تعجبكم، طريقتي تعجبكم، وارائكم وكومنتاتكم الجميله من مطبخ نهله. باي باي.